نرحب سوية بضيف برنامج الوجه الآخر. ضيفنا اليوم عزيز علينا وعزيز عليكم جدا. نرحب بأبو داود. شلونك أبو داود؟ الحمد لله رب العالمين. أهلا وسهلا بكم. بكم أكثر. 80 سنة عمرك، تعديت ال80 تقريبا. وما زلت أنت تحب الحياة وتعيش الأيام مالتك كأنك يعني ما وصلت قلب أخضر مثل ما يقول. والله الحياة حسب العمر الذي مر بهذه الحياة. إن كان متعبا فشكل آخر، وإن كان مسعودا فالحياة حياة. إن شاء الله الحياة أنت عايشة بسعادة. والله أكيد من الطرفين عشت بالحياة. اشتغلت بالحياة أشكال وأرناك بمتاعبي. لكن بقت قضية الوفاة الموجودة بداخلك اليومية اللي جابتنا وفاك إلى مهنة تصليح المسجلات والراديوهات. هذا فراشك وهذا مكانك. والله بدي مصالح كثيرة. أنا يمكن نص بغداد، أنا والخلفات مالتي، أنا شنسباني بس كان غرب بغداد. دخلت قنطرات تاجريان وفريد الأحمر على كانوا مقاولين، والألف دار مال بغداد جديدة، وال80 دار مال المعلمين. كثير بنيت أنا ببغداد. أما هذا كانت تعرف تعب. الحمد لله. ومرت الأيام واشتغلت في السفن، قبطان سفينة البواخر في البحار، واضطريت تقريبا جميع المواني العراقية 7 سنوات. لا، المواني العالمية كل المواني حتى من الفراري إلى وصلنا لألمانيا، وبعدين جينا على العالمين مصر ونزلنا. خلينا نسولف اليوم على المسجلات وعلى الراديوانات شوي. المسجلات والراديوانات هاي الشغله اشتغلتها. شلت بالبصره عندي محل بسورين ذاك الصوب على النهر مال اقبال المصرفيه. ان كان اجيب مسجلات، كنت اجيب من الكويت والعاطلات اسجل، عفوا اصنعهن وعلى المنوال. اخترعت مكبرات الصوت، مكاين، واشتغلت شغلات كثيره. كان في وقتها عمرك ايش قد يعني؟ عمري فوق ال 30 35 ذاك الوقت. انعرفت في وسط المنطقة في مكان عملك كفنان، انعرفت انه انت تحب هذه المهنة يعني وتصلح راديوانات. كانت مو بس راديوانات يعني، خاصة الراديو والمسجل ومسجل السيارة والمسجل وغير اشياء هواي. اكو اشغال كهربائيات، سيارات. السيارة انا عطلت عندي انا انت تصلح كهربائي وفيتر. جميل. سيارتي وقفها بالدرب. اي والله. بس اذا عطل مسجل السيارة ما تقدر تصلح. هو انا فيترها وكهربائيها. كانت حركة الحياة أحلى تقريبا في زمنكم، يعني كانت أكو مرونة، يعني أنت خلفه واشتغلت يعني مع عمال البناء واشتغلت بالكهربائيات مال السيارات والمسجل والراديو والفيتر. أكو مرونة عندك في وقتها ونشاط. كلكم أنتم تعرفون الحياة اللي مرت والمضايف اللي كانت للعشائر والمدن أيضا. كان أكو انسجام حلو. هسه جاي نباوع، تريد تروح مثلا على قضية معينة، ما إلا في الطريق اللي تمشي به حتى أنت توصل للمطلوب. ما نقدر بعد نقول أكثر. باقية على أهل الغيرة ينظموننا وينظمون بلادنا ونخليهم على رؤوسنا ونرتاح إن شاء الله. وإن شاء الله ينصرهم اللي يتعبون على هذا البلاد. في زمانك أقرانك لحد الآن أكو تواصل معاهم في هذه المهنة ومهنة أخرى، يعني حتى في حياتك الاجتماعية؟ اي بعض الولد اللي كانوا مخلصين او الاصدقاء او العوائل اللي كنا مثلا جيران، هاي لحد الان المودة موجودة للاوفياء. كمطرب راح نسولف وياك. الطرب الريفي العراقي مرت به اسماء كبيرة جدا، لحد الان عالقة في مسامع الناس وفي ذواكرهم وفي قلوبهم اكيد. مرت هاي الايام وانت كنت احد هؤلاء النجوم العراقيين في الاغنيه الريفيه. خلينا نربط ما بين الاغنيه الريفيه وهذا التصليح. وانت نجم معروف كسلمان المنكوب، يعني مطرب عراقي ريفي كبير.
في يوم في حفله معينه في بيت معين رحتوا تحيون حفله، شفت مسجل عاطل، شفت قضيه وانت حبك وعلاقتك بهذه القضيه علاقه وثيقه صلحته هذا المسجل مو هو باب الحياه لكن الحياه بالنسبه لها متطلبات العيشه بالحياه. اذا صحت لك هاي الشغله وتقدر لها تشتغلها، واذا صحت لك ثانيه. الانسان بالحياه يريد من متاعبه. كم ولد عندك ابو داود؟ عندي نعمه من الله. نعم. الموجودين هسه هنا بالبيت هذا تقريبا 19. عندك لكن من امراه اخرى انا عرفت منك انه انت متزوج 13 مره. هوايه بس هوايه مو هوايه؟ اي صدرتها قبل بالجريده جريده الصباح. والحمد لله. الحمد لله. ما زلت تعيش ايامك الجايه بدون يأس، تعيشها بكافه تفاصيلها؟ لا، اليأس هذا مو. ليش؟ الامام علي بكبره انا رجل بالنسبه لي متتبع الى الامام علي، لان العبر والخبر والامثال والحكم لديه هو. لما يقول الدهر أدبني واليأس أغناني والقوت أقنعني والصبر رباني وأحكمتني من الأيام تجربة حتى نهيت الذي قد كان ينهاني. أنا بارتها بأبوذية بعد ما ضوج من الدهر وانهاي، قنعت وسيطرت على النفس وانهاي، قمت أرشد لينها قبل وانهاي، وبعد ما خشمرتني الجاهلية جبتها على الجار إلى يعني إلى الحالة المطلوبة. جارك بالك وإياك مسه، جارك بالك وإياك مسه، صبحه بخير وبطيبات مسيه مسه. ترى جدر العمل لو كسر مسه تشلوط بالقيامة وبالدنيا. لا تشلوط مس طبخ الصداقة والجيرة والهاي. كتبت الشعر ابو داود، يعني قصائد كثيرة كتبتها، لكن استخدمتها للوعظ والإرشاد. لا كثير كثير. يا شارب الماء، سلمان المنكوب يقول يا شارب الماء من بئر بقاحلة إياك أن تلقي به حجرا، قد تأتي يوما للطريق بحاجة والقلب ظمآن وتذكر ما جرى، فأحسن الخلق أن تبني له حجرا تبا لمن قد رمى في مائه كدرا. دب الحجر وكدر المي. بارت بأبوذية بير اللي شربت مايه وراحك، ايش كثر بيه انت شع قلبك وروحك، اللي يحكى بحجر لابد وراحك الاحسن قوم وابني له بنيه. الله. هذا اللي يرمي بالحجر هاي مثل الطوبه اللي فعل، كل فعل رد فعل. هاي من ناحيه. من ناحيه اخرى وثقت اشياء ابو داود، يعني الشعر كله موجود. لا الشعر يعني وثقت قضيه معينه، اصبحت يعني مرت عليك كثير يعني من السنين، اصبحت هناك ثورات، معارك، وصلت الى حد فيضانات، اشياء وثقتها في قصائد اغاني. يعني مو كل شيء هو تجيبه وتلكفه، هذا تسوي الشيء اللي بخير اللي ياثر بيك، يعني تقريبا اللي يحب الناس ارشاد. هاي الام لما تقول له مو شمك وانا بدموع ربيت، مثلا الام للابن لما تقول له يمه ابوك مات واريد ازوجك واشوف عرسك، الام ويمه ولا اجيب لك سليمان المنكوب. هاي على هذه جنوبيات حبايبنا. الله. فلما قالت هالشكل وجت يمه قالت انا نذرت لوليدي الا سلمان المنكوب بعرسه، وابونا توفى هو ابوي او زوجي، ونذرت انت تكون. قلت له ماشي. قمت بالعرس قالت بل كانت تقول له شكل، قال شلون؟ قلت لها قالت لي، قلت له يمه من تاخذ مره دير بالك عليها، لا تميل لها، لا تميل عليها ولا تميل علي. توازن، يكون بنت الناس تحتفظ بها عدل، تعطوك اياها وتحتفظ بامك اللي هي رضعتك وتعبت عليها كل ما. هذا شيء طبقت انت؟ سويت لقاء الابوذيه مو شمك ونل بدموع رب. هذا بعدين هو مشت الايام بعد ما عرس شفته. مو انا شفته، وراها فتره اجت امه قالت يمه هيك صار، بل كان هذه حكاياتك الحلوه من تحاكي شويه يرتد، صار ويا المره وانا قمت ابيع عن خضره بالسوق. انت مصي قبلها؟ وانا ابيع خضره بالسوق. كانت خايفه امه من عنده. بعد على كل حال صار ويا المره وانا ابيع خضره بالسوق واعطيها لهم. قلت لها قالت بل كان اكلمك هاي الحلوات. تقنعها شوف شو رحت الولد
قلت له الموضوع هالشكل وهالشكل تقريبا ارتد شويه مو هواي، بس قلت له راح اسوي اللقاء هاي. خليتها الام تقول له مو شمك وانا اللي بدموع ربيت وعلى صدر بحنان رباك ربيت كبرت، وهسه لما صرت رب بيت ابن مرتك صرت وقطعت بيه. ما قلت لك يا يمه من تاخذ المره اللي ذبني هذا. لا هي كانت خايفه منه امه. اي يا يمه من تاخذ المره اللي ذبني ربيتك بدمع العين وانت ابني. الان اختلفت ابو داود يعني لو ننتقل من هاي المرحله. قالت له تسمع علي كلمات مرتك توزك ما غزر الكاروك من كنت هزك. الله. فانتهى البيت الابويه سويت هاي الاغنيه. يا يمه من تاخذ مرة لا تذبني ربيتك بدمع العين وانت ابني. يل كنت نازل بحشاي واحساسي تتغذى كنت من غذاي وانفاسي بالك عقب تعب عليك تتعبني هاي ابني. الله الله الله. كانت قضيه في وقت تستحق عنها تكتب عنها. ادعي لك من الله تطلب للجنه وهذا الك مني الك اتمنى مرتك بنت حلال وطيبه. اتمنى مرتك بنت حلال وطيبه مو تشلع قلبي وراسة شيبه. اتمنى تطلع بتاصل تعجبني. الله. طيب ابو داود يعني في وقتكم كنتم توثقون قضيه معينه ازمه اجتماعيه. اي يعني سلمان المنكوب يغني للامراه اللي ذكرناها اللي رادت ابنها انه يكون سوي ما بينه وما بين زوجته. داخل حسن كان يغني على قضيه اجتماعيه. الان المطربين يعني انت شاهد الان الساحه الغنائيه الريفيه حصرا عندهم نفس النزعه يعني بهذه القضيه؟ والله لكل زمان رجال. وهسه المطربين او من قبل او بالوقت الحاضر مثل الفواكه كل فاكهه ذوق. بعض الشباب اللي يمشون ويا فنان ويقعدون قومه وقعده ونسه وترتيب يبقى صديقهم ما يفضلون غيره مثلا اللي يتعلمون عليه وهكذا. فبقى هذا يا ترى هل يكون هذا عام للناس بس اصدقائه؟ لا. انا اقول ومع احترامي للفنانين والفنانات وجميع اللي هم بهذا الطريق اطلب من عندهم العبر والخبر والامثال والحكم للناس، يعني الارشاد خاصه في هذا الوقت. الارشاد. يعني عندك تحفظ على الاغنيه الان الريفيه؟ الاغنيه الريفيه مو بس الاغنيه الريفيه، العبر والخبر واللغه العربيه واللغه العاميه. قصة مسوي انا مثلا قصيده بدون نقاط، مسوي طلاسم سلمان المنكوب هاي ما حد يقدر يكتبها. خاصة لمن لا يعرف سلمان المنكوب انه انت 4 لغات تتحدث؟ كنت احسنها من كنت بذاك الوقت اشتغل مع بالشعيبه مع الانجليز كانوا محتليننا قبل والموانئ اللي اشتغلت بها. والموانئ اللي اشتغلتها هم كلهم كلهم اجانب. وياهم لما وياهم انت تندمج بالشغله وهذا وياهم حتى بالبواخر نلعب طابه ونلعب شو اسمه بداخل لان هي وابدعتوا في وقتها حتى في هواياتكم. نحتفي دائما بالفنان الاصيل، الفنان
اللي ظل بالفن الملتزم. داخل حسن قبل ايام يعني اقيم مهرجان داخل حسن، وكنت موجود حضرتك، يعني قامت دائره الفنون الموسيقيه. يعني بوقتها انه حسيت انه ما زال الانسان العراقي والمستمع العراقي وحتى دائره الفنون الموسيقيه تحب الفن العراقي، يعني تبحث عن الاصاله، ولذلك رادت انه تعيد بالنسبه لي انا داخل حسن واغنياته اليوم. بالنسبه لي انا كفنان مع الفنانين والفنانات الموجودين بالاحتفال، الحقيقه فرحت هواي. شفت قبل انا عبالي راح يموت الفن، شفت شيء يدا بيد والوجوه متقابله، وشفت القعدات حلوه والناس تتهلهل وناس ومن المحافظات اجوا من اخواننا كل واحد ادلي عليه. شفت الغناء سواء الريفي او غير الريفي او القصائد عاد من جديد، وعلى الارشاد الاشراف حسن الشكرشي. تحياتنا لحسن الشكرشي مدير دائره الفنون الموسيقيه. تحياتي اليه لانه الرجل وقف وقفه جيده على الفن، وكانما انا ارى الفن قد احيي. فتكلمت الكلمه جيده. انا ذاك اليوم الفرح مالي لا بالمال ولا بغيره، ولكنه فرحي بالاخوه والاخوات، التماسك الموجود الاخوي الفني، وان شاء الله. وهذا الفن هو ليس للفرد اللي هو يغنيه، لا، هذا للبلاد. أكيد. للبلاد، هذا للبلاد. يبقى إرث فني، مو بس فني، يعني بدلا من الغضب إلى الارتفاع. والحمد لله، والرجل ما قصر، كرمني هم الرجل، واحد لا ينكر. اعتقد انه حب الناس هو التكريم الاكبر بالنسبه للفنانين مثلكم، فنانين الريفيين او حتى الفنانين بشكل عام، اذا كانوا غنائيين او كانوا تشكيليين، وكافه مفاصل الفن العراقي. الان احنا نتحدث اليوم، احنا في البرنامج الوجه الاخر تعنينا على قضيه تصليح المسجلات والراديوات. همك علاقه ما بينه وما بين شريط الكاسيت، لما تسمع اغنيه او تصلح مسجل تريد تفحص المسجل اذا كان تم الاصلاح له بعد، هي تدليك بيه تسمع الاغنيه بيه، اذا عتعت واذا مدري ايش واذا قصر واذا رجله، يعني هذا هو بعطل. هذه ساعدته البكره مال الكاسيت. بس ابو داود الان المسجلات كلها حديثه، اعتقد يعني شغلتك شويه راح تخف عليك. الحديثه نزل عليها الصيني وما صيني وما شنو، بس اليابانيين هم من اصلهم حتى اخلاقهم حلوه. جميل، هم محبين لعملهم. اشوفك تحتفظ يعني في اماكن راح نشوفها وشاهد المشاهد، يعني تحتفظ مسجلات قديمه، راديوات قديمه. كل شيء. يعني وذكرت لي انه اكو مكان راح نشاهد اكررها، انه راح يبقى هذا ارث لاولادك، ارث يعني لمن يبحث عن سلمان المنكوب. يعني كل الموجود، هذا ابني واحد من عندهم عازف كمان ومطرب ايضا، عباس يشبهك يا بس شوي يمكن اكثر منك انت ارى. انا ذكرت قبل قليل تفاجئت انه قلت لك علي من تحتب، يعني يجوز احنا مقصرين وياك يعني لما جيناك بعد هذا الوقت، لكن سلمان المنكوب الان شكله متغير عن قبل. لا الحمد لله حبيبي، اتمنى من رب العالمين، اتمنى من رب العالمين قلبي ينفتح قبل باب الدار لكل من ياتي لسلمان لمحبته. لا يكرهني ما يجيني اكيد، والعداد لا هو انا يحبني، ليش ما افرش له شعوري كلها بالمحبه. واكيد ابتسامتك وروحيتك هاي الجميله اكيد هي اللي استقبلتنا اليوم، واحنا مرتاحين جدا وياك ان شاء الله، والى الابد اعتبروها جزءا لا ينفصلان. بدنا نشكرك جدا. راح نسمع اغنيه سويه، وحتى المشاهدين راح نسمعها سويه من عندك وعلى العود. الحب اول ما دخلت بشرعه ووهبت له مواهبي وحياتي، قلب بلا حب يشابه مسجدا يخلو من التسبيح والصلوات.
صلابة 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 بشرع الحب دخل عقلي، بشرع الحب دخل عقلي، بشرع الحب دخل عقلي، صلابة بعزم يتحمل ويحمل. صلابة صلابة القلب للحب إذا ما مش صلة بي شبه مسجد وخالي من التقية. إيه بس اسألني قل لي يا حب هذا اللي إذا دخلت به يا سلمان. طيب ابو داود، نشوفك تستخدم البطاريات، بطاريات السيارات وبطاريات الموتورات، يعني تعوضك عن الكهرباء؟ تعوض عن الكهرباء من ناحيه، ومن ناحيه يكون هذا اصفى. انتم لابد انتم ملاحظين الراديو بالسياره على الباتري مو مثل الكهرباء بالبيت. الكهرباء بها ازيز، بها ازيز، ولا هذا لا، هذا صافي. بس شو الصوت ماله شلون؟ ولهذا تستخدم طريقه الشحن، انت تشحن عن طريق الكهرباء اليوميه المحولة. هاي محولات لبن، هاي وحده. اي قاعد نشاهد هنا. اي هذا قاعد هاي محوله. هذه شو محوله جوا، هذه شو محوله جوا. محولات يوميا على الكهرباء. هاي عندها تجي كهرباء، هاي حاطه على الباتري. انت مؤسس بيت مصغر هنا، أنا مراوح موجوده، نشوف الاناره كلها عن طريق البطاريات. اي كلها زين. ابو داود، حبك وتعلقك ما زال بالاغنيه العراقيه وبالقصيده العربيه الفصحى والشعبيه، وهذه المهن اللي استذكرتها اليوم ويانا. حياتك غنيه يعني بالتفاصيل. الحمد لله. شوف لك ذكرى اقرب من ذكرى اخرى، يعني شوفك يعني قريب للمسجل اكثر من تصليح السياره، قريب للاغنيه اكثر من القصيده، يعني انت شوف شلون. لا حسب العمر هسه. العمر شيخ العمر لما صار كبير صار عندي مثلا الضغط نوب عالي، نوب عندي ناصي، وصارت عندي فحطه بعد مشي هسه برجلي اقعد عبر الشارع. سلامتك. ما اقدر. وفقرات النوب عندي بظهري. الصقل مالي شويه ثقيل للعظم. تعودنا على هاي الابتسامه الجميله، نشوف ونستذكرك اليوم. جدا سعيدين انه ضيف في برنامج الوجه الاخر. اخذناك مصلح للراديو والمسجل، ما يفترق ابدا عن سماع الاغنيه العراقيه، وانت ركن اساسي ومهم من اركان الاغنيه العراقيه الريفيه. في نهايه البرنامج والله انا احمد ربي من رخصتك، احمد ربي العراق هسه بصوره عامه وخارج العراق وداخله والجوار الحمد لله السمعه كلها جيده اللي، لكن اللي عطلني شويه هسه اللي ورا الضغط والبعض ما اقدر امشي على رجلي. ان شاء الله سيارات الدين يحرقون وراحن. راح نجي ان شاء الله في ايام قادمه نلقاك تتمرن تمارين صباحيه ونشوف هذا النشاط مثل نشاط الاغنيه اللي قدمتها. كلمه البرنامج الاخيره راح تكون لحضرتك، واحنا فخورين جدا ان اليوم احنا في ضيافتك وانت في ضيافه برنامج الوجه الاخر، وشكرا جزيلا لحضورك. والله اللي الفخر، اللي الفخر اللي يتعنونك اخوتك اللي هم بالخط اللي هو خط مسؤول، مو يعني عادي. جئتوا انتم من مكان الى دخل بالشعب العراقي كله، وهذا الشيء لما ياتيني خيطه الى بيتي انا اعتز واتشرف بمن ياتي بخيطه وهو وجماعته كافه. لكم قلبي مفتوح قلب باب الدار قبل باب الدار، مفتوح قلبي لكم. شكرا جزيلا. أيوة. شكرا جزيلا. حياكم الله. يا مرحبا بك. حياكم الله. حياكم الله. اهلا وسهلا وسلمونا. لا